السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اقدم لكم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بمقادير بسيطة جدا واشويها بقالب التوست. وهذا الفيديو ان شاء الله راح يكون متنوع وبالتعاون مع 3 قنوات و3 وصفات متنوعة. الوصفة الاولى راح تكون كبة الجريش، وهذه هي صورتها للصديقة العزيزة آراء سعيد، وهذه هي قناتها على اليوتيوب، لا تنسون الاشتراك بقناتها. أما الوصفة الثانية فراح تكون طريقة عمل تزيين الكيك للصديقة والأخت العزيزة، قناة الطبخ بطرق سهلة، وهذه هي قناتها على اليوتيوب، لا تنسون الاشتراك بالقناة. أما الوصفة الثالثة فهي طريقة عمل الكنافة للصديقة المحترمة أم صهيب، وهذه هي قناتها على اليوتيوب، وأيضا لا تنسون الاشتراك في قناتها، وراح أترك لكم روابط كل القنوات بصندوق الوصف. ونبدي بسم الله بطريقة عمل الكيك ومقاديرها. أنا هنا عندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، أضيف عليها رشة ملح وربع كوب من السكر، أخلطهم مع بعض لحد ما يتضاعف عندي حجمهم، وبعدها أضيف عليهم نص كوب من الزيت. بهذه الطريقة أضيف شوية شوية لحد ما أكمل باقي الكمية، وبعدها أضيف عليهم ملعقة واحدة من النشا وملعقة كبيرة من البيكنج باودر وقليل من الفانيلا، وأضيف عليهم 3 ملاعق حليب باودر، وبعدها أضيف عليهم 1.5 كوب من الطحين بالتدريج على هذا الشكل. وعلى هذا الشكل صار عندي خليط الكيك جاهز، وهذا هو القوام المطلوب. أضيف هنا عندي قالب التوست، خلت له شوية زيت أو شوية زبد حسب الرغبة، بعدها أضيفها بالفرن. طبعا أنا مشغلته مسبقا على درجة حرارة 250 لمدة نص ساعة تكون عندي جاهزة. وعلى هذا الشكل جهزت عندي الكيكة، وهذا هو ارتفاعها كلش هشة وخفيفة. ومن بعد ما بردت عندي تماما قطعتها على هذا الشكل، وبعدها بديت أسقيها بالحليب، وراح أحشيها بالنوتيلا. ضفت كمية. أما بالنسبة لتوزيع النوتيلا تقدرون توزعوه بمساعدة شوية حليب، يسهل عليكم طريقة عمل التوزيع. وبعدها أضيف القطعة الأولى على القطعة الثانية. وهنا أنا جهزت كريمة الشانتيه أو الدريم ويب حتى أزين بها الكيكة، وهذه هي النتيجة. وعلى هذا الشكل زينتها، وإن شاء الله يا رب عن قريب راح ننزلكم طريقة عمل تزيين الكيك، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وألف ألف عافية مقدما. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.